السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ صباحكم مشرق بنور الله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد في كل نفس ووقت وحين في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. ايه رأيكم في الجمال ده حبايبي؟ اللهم بارك. كيك شوكولاتة او تسميه فاتش شوكولاتة او تسميه جاتو شاتو، المهم ان هي حاجة شوكولاتة في شوكولاتة باظظ خالص ومن غير ولا قطعة شوكولاتة. اهم حاجة يبقى معانا الكاكاو خام اسبان. هنا حبايبي معايا كوبايتين ونص دقيق، حطيت عليهم نص كوباية كاكاو ونخلتهم مع ذرة ملح ومع كيس كيك شيف. وهنا هيبقى معايا السكر، كوباية سكر، ومعايا بيضتين وحطيت عليهم الفانيليا السايلة، وهقوم جاية ضربهم في قلب الخلاط من غير لا لبن ولا زبادي ولا حاجة. ونص كوباية الزيت هضيفها وانا بضرب المكونات كده. عايزة تضربها في الخلاط اللي يريحك. ضربت اهوت البيض بالسكر يا حبايبي، البيضتين مع الفانيليا مع كوباية السكر، ونزلت بقى على كوبايتين ونص دقيق بالكاكاو مع كيس كيك شيف وذرة الملح. هقلب بقى كل المكونات كده يا حبايبي، وفي نفس الوقت بغلي كوباية مية. هعملها النهاردة لا لبن ولا زبادي ولا حاجة، توفير التوفيرات. بس كوباية اللبن بقى بدل ما احطها في الكيك هشرب بيها الكيك هنا بعد ما يبرد تماما معاه. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ ربنا يسعدكم ويرضيكم يا رب، ويرضي كل اللي بيقول لي كلمه حلوه. الله يكبر بخاطركم حبايبي، ما تحرمش منكم ابدا. الله يعزكم يا رب ويحقق لكم كل ما تتمنوا وزياده. كل واحد يقول لي كلمه حلوه طيبه من قلبه يترد له الطيب كله يا رب وزياده وزياده. اللهم امين. يسعد لكم حبايبكم، اللهم امين يا رب. يرضينا بيهم وفيهم يا رب. اللهم اشف مريضهم بحق حبيبك النبي يا رب. يخلي لنا اطفالنا واولادنا وقرة اعيننا، ما نتحرمش منهم ابدا. اللهم امين. اجعلهم يا رب هدى مهديين يا رب. يكفيهم شر طريق السوء وسكة السوء وصاحب السوء وحاكم السوء. اللهم امين. احفظهم بحفظك وراهم بعينك التي لا تنام. اللهم امين يا رب العالمين. شوفوا حبايبي الكيك بعد ما حطيت له المية المغلية، حطيت نص كوباية الزيت. هو عبارة عن شوكولاتة اكنك مدوباها على حمام ماء. حطيت الكوباية لقيت معايا لسه القوام تقيل شوية، نزلت يعني بحوالي معلقتين كمان مية مغليين برضو. طفت هنا معلقة كبيرة كده من الخل وقلب. شوفوا الجمال. الكيك الشوكولاتة اما تضيفيله يا حبيبتي المية المغلية ما شاء الله على القوام الناعم الجميل، والزيت اما تضيفيه في الاخر برضو فكرة جميلة بتخلي معاكي القوام ناعم جدا وفي لمعة اكنه، والله شوفي الجمال، اكنه مدوباه شوكولاتة خام مدوباه على حمام ماء وضفت لها معلقة الزيت. هنا يا حبايبي هي اتظبطها، ما جاش المقطع لما حطيتها في الفرن، معلش سامحوني. هنا بقى هعمل الجناش معايا. معايا هنا حبايبي كوباية الا ربع من الكاكاو الخام الاسباني، كوباية سكر، نص كوباية زيت. عايزة تضيفي فانيليا سايلة او فانيليا من اللي هي البيضة الخام اللي يريح. بس انا حبيتها كده من غير حاجة خالص، طعم الشوكولاتة باين فيها قوي بزيادة. وهضربها بقى جامد كده يا حبايبي اما القوام ينعم ويتقل معانا خالص. وهنا كمان بقول لكم ان انا ضفت كوبايه لبن سخنه، يبقى لبن، سكر، نص كوبايه زيت، كوبايه الا ربع كاكاو. لو القوام محتاج معاكي، طب يرجع طبعا لجوده الكاكاو يا حبايبي. لو احتاج معاكي معلقه او اتنين كمان ضيفي لحد ما يديكي الله على الجمال. شايفين الجمال؟ تحفة تحفة. اللهم بارك. قوام جميل وهيعجبك ان شاء الله. الصوص ذات نفسه صوص كده غني من غير لا اضافة كريمة ولا قطع شوكولاتة ولا اي حاجة. اللهم بارك. طلعت الكيك يا حبايبي هي. شوفوا ما شاء الله على الجمال. طبعا احنا حاطين كوبايتين ونص بس في القالب ده عشان مش عاوزينها تبقى عالية، بحيث المكونات اللي نضيفها تاخد معانا. هنا سميت اللهو يا حبايبي وضفت كوباية لبن. شوفوا ما شاء الله بتتشربها كلها في ثواني. وهنا كان عندي معلقتين كده شانتيه، طلعتهم اديتهم ضربة كده بمعلقتين كاكاو، وقلت اخليها اغنى
واقوم ضيفاها. ما عندكيش هي كده جميله وتحفه اللهم بارك من غير الشانتيه. بس ايه بقول لك كان متوفر، فقلت ايه اديها كمان ايه حلاوه اكنها قطعه جاتوه. يعني دي ما شاء الله لو عملتيها لاي ضيوف هتشرفك ان شاء الله. ضيوف حبايبك قرايبك اولادك، ربنا يفرحنا يا رب جميعا يا رب باولادنا. المهم ان هي ايه هيشكروكي عليها، خليكي واثقه في كده ان شاء الله انها حاجه جميله. وفي نفس الوقت مش هقولك يعني انها اقتصاديه، لا هقولك انها ايه حاجه مهما برضه عملتي مش هتيجي زي ما تكوني هتشتريها من بره. شوفوا القوام من غير تلاجة ومن غير حاجه اللهم بارك تقيل معانا ازاي. كان المفروض بقى ان انا ايه اسيبها في التلاجة شويه تجمد وبعدين اضيف ايه اضيفها معاك. بس انتوا عارفيني طبعا ايه ما بصبرش على الجمال ده، قلب الضعيف لا يتحمل. قمت جايه ايه كله كده ايه على السخان، قمت جايه مقطعاها هنا حبايبي بسم الله ما شاء الله لا قوه الا بالله. كان ممكن ايه اديها كده باي خله ايه اخليها مربل، بس انا قلت يلا سبتها زي ما هي. طبعا كل ما تحطيها في التلاجة كل ما تديكي بقى تبين معاكي الطبقات وتبقى تحفة. شايفين الجمال باظظ خالص ولا الكيك؟ كيك جميل 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 لو هيتعمل لوحده كده. شوفوا الجمال، انا دهنت الصينية زيت بس ما دهنتش دقيق ما شاء الله ولا لزت ولا حاجة ما تقلقيش، بحيث ان الدقيق ما يبانش في ايه مع الشوكولاتة. شايفين الجمال؟ الكيك جميل قوي وشوفوا المسام بتاعه كيك اسفنجي وجميل قمة في الجمال.